في هذا الفيديو ديال اليوم جبت لكم ارخص سكوتر اللي غيمكن لكم تشريوه في المغرب حاليا سنه 2024. اذا هذا الموتور هذا اللي جبت لكم اليوم كيتعتبر من بين ارخص والمهم. ما تنساش تكمل معنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا كاع المعلومات حول هذا الموتور هذا. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هاد لاشين هادي اللي مازال ما كيعرفناش مزيان، حنا كنتختصوا في مواضيع ديال السيارات والدراجات الناريه جميع الاشكال ديالها، وكنناقشوا اي حاجه كتخص بهذا الموضوع هذا. فإلا كنتي مهتم ولا كنتي كيعجبك هذا الدومين هذا ما تنساش تابونا معنا وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. واللي بغى نهضروا ليه على شي طوموبيله ولا شي موتور ولا شي حاجه يكتب لنا تعليق اسفل الفيديو، فالفيديو الجاي ان شاء الله غنتكلموا على الموضوع اللي بغى هو. ومرحبا بكم جميعا. اذا الموضوع او الفيديو ديالنا ديال اليوم اخوتي كيتعلق سكوتر فولت سنايبر اللي هو دار واحد الضجه كبيره بزاف مؤخرا بالمواصفات ديالو وبالمميزات ديالو. اذا المواصفات ديال هذا الموتور هذا، المحرك ديالو كيتعتبر بين محرك ديال البنزين، السعه ديالو 150 لتر تقريبا و200 سي لتر، كتكون من 4 أشواط وفيه التبريد ديال الهوائي. القوة ديال المحرك ديالو كتراوح بين 15 و 20 حصان تقريبا. الوقود ديالو كيتكون اساسا من نظام ديال حقن وقود الكتروني باش يحسن الكفاءة ديال الاستهلاك ديال الوقود. اذا فيه واحد الشاشة والتصميم القدام في الكيدون ديالو كما كتشوفوا في لا فيديو، فيه واحد الاطار ديال الفولاذي اللي هو خفيف ديال الوزن وكيكون صالب يعني قاصح ما ساهلش باش يتجرس، وكيشكل واحد التصميم اللي هو رياضي مع واحد الوضعيات ديال السوقان مريحه بزاف، يعني ما كتبرزش ما والو ملي كتكون صايق هذا الموتور هذا. بالنسبه للفرانات فهي على شكل قرصيه اماميه يعني دائريه، وخلفيه باش توفر واحد القوه ديال الفعاليه ديالو. اما بالنسبه للبنوات فهو كيتعلق بواحد النظام ديال التعليق امامي وخلفي كيكون متطور باش يحسن الراحه والثبات ديال اللي كيسوق هذا الموتور هذا على الطرق، على جميع انواع واشكال ديال الطرقان. فالاطارات ديالو كتكون عاليه ومزيانه باش انها تحسن التماسك والقدره على المناوره. بالنسبه للتكنولوجيا فهي كتكون من شاشه رقميه باش تعرض المعلومات ديال السرعه، كتكون في الكيدون تمايا كتعرض لكم يعني المسافه المقطوعه، زائد نظام ديال الاضاءه الليد باش يحسن الرؤيه ملي كتكونوا صايقين في الليل. غالبا انه شي الماطر ما كيكونش عندهم النظام ديال الاضاءه ليد، ولكن هذا الموتور هذا فيه النظام ديال الليد كيحسن الرؤيه بزاف على المدى البعيد والمدى المتوسط. بالنسبه للمميزات الاداء فهو كيتسارع تساريع واداء قوي كيفضل محرك البنزين الفعال، والكفاءه فهي كتستهلك وقود اقتصادي مع نظام ديال حقن الوقود الالكتروني، يعني ما كيستهلكش بزاف ليسونس. وبالنسبه للامان فهو النظام تكون من فرانات متطوره وعجلات عاليه الاداء، يعني بنوات مزيانين باش يضمنوا الاستقرار والسلامه. اما الراحه فهي كتكون من تصميم مريح الرحلات الطويله مثلا مع نظام تعليق متطور، يعني ما كتحس لا بالعيا لا بالتلعبه. وبالنسبه للسرعه القصوى كتراوح بين 100 و 130 كيلومتر في الساعه حسب الطراز ديال المحرك. اما بالنسبه لسعه الخزان ديال البنزين فكيتكون بين 10 حتى 15 لتر. هذا الشيء كيوفر المدى الجيد ديال الرحلات اللي هي كتكون طويله تقريبا ومتوسطه. اما بالنسبه للسعر، بالنسبه للثمن ديال هذا الموتور هذا اخوتي في المغرب فهو الثمن الرسمي تقريبا 8990 درهم. شكرا لكم بزاف على متابعه الفيديو، نتمنى انكم استفدتم. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.